فيصل البلغيتي، رئيس الجمعية المغربية لمساندة المرأة والشباب. شكرا لكم على التغطية اللي انتم كتقوموا بها. شكرا لقضية 24. المهم احنا في إطار الجمع العام الجمعية المغربية لمساندة المرأة والشباب. هذه جمعية نسوية شبابية كتهتم بقضايا المرأة، يعني في التكوين، مجال تكوين النساء. المشروع ديالنا هذه السنة إن شاء الله غادي يكون في إطار تأسيس ديال المركز ديال المرأة والشباب اللي غادي يكون فيه هو عبارة على حضانة وروض ديال الأطفال، وغادي إن شاء الله نديروا فيه سميتو الدعم المدرسي، بالإضافة إلى الدعم ديال التلاميذ اللي في وضعية صعبة، يعني عندهم صعوبة في التمدرس. تقريبا هادو هما الأهداف ديالنا هذه السنة إن شاء الله، بالإضافة إلى التوسيع ديال الفضاء ديال المعمل ديال الخياطة اللي في المنطقة ديالنا إن شاء الله. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقنا لما فيه الخير. وشكرا لكم على التغطية. أنا فاطمة بونادي، عضوة في الجمعية ديال مساندة المرأة والشباب اللي كيترأسها مولاي فيصل البلغيتي. وهاد الجمعية يعني المقر ديالها كاين بدار الشباب سيدي مومن، اللي كتهدف لبزاف ديال المشاريع، يعني خصوصا اللي كتختص بالنساء والشباب. يعني عندها بزاف ديال الاهداف، منها يعني كاينين الاهداف ديال تعليم الخياطه وعده ورشات يعني اللي كتهدف للتنميه ديال الشباب يعني والاصلاح ديالهم. وانا النصيحه ديالي انهم ما يجلسوش، يعني ما يجلسوش، لان كاين ما يدار وكاين ما يعني بزاف ما يخدموا. ويعني كنصحهم انهم ما يجلسوش، يعني كاينين دور الشباب اللي كيهتموا بالنساء بالفتيات بالشباب، يعني خاص غير بنادم يفكر ويطور الموهبه ديالو باش يكون الاحسن ان شاء الله. السلام عليكم، معكم ألياس إلهام، فاعله جمعويه. اليوم عندنا واحد الجمع تاسيسي بدار الشباب سيدي مومن. الصدد ديالو اننا غنأسسوا الجمعيه المغربيه لمسانده المراه والشباب. هذه الجمعية تهدف إلى النهوض بوضعية المرأة والتأهيل بالخصوص المرأة والشباب. كنديروا تكاوين في جميع المجالات، وكنهدفوا بالأخص للفئة الشباب اللي عندهم هدر مدرسي، وكذلك المرأة اللي في وضعية صعبة. عندنا تكاوين في مجال الخياطة، الحلاقة، الطبخ. ومن هذا المنبر تنقولوا أن أبواب الخيرات مفتوحة في جميع الفئات. شكرا.